إضافة أن بياض البيض فقط هو المفيد وهو الآمن للصحة، وأن الصفار مضر ولا تأكله لأنه يحتوي على الكوليسترول. فلتعلم أن فائدة البيض كلها بداخل الصفار، فإذا أكلت البيضة لابد أن تأكلها كاملة بالبياض والصفار سويا. بياض البيض يحتوي بشكل أساسي على بروتين وفقط، ولكن صفار البيض يحتوي على بروتين مثله مثل البياض، ولكن أيضا يحتوي على فيتامينات ومواد مفيدة جدا مثل الكولين ودهون صحية ترفع من الكوليسترول الجيد. يبقي الصفار هو المادة الأغنى والأكثر فائدة في البيض. الكثير من الناس امتنع عن أكل البيض بحجة أن الصفار يحتوي على كوليسترول، وهو أمر مضر بالجسم ويضر بصحة القلب والشرايين، وهذا غير صحيح. وفي المقابل كانت نفس هذه الفئة من الناس تشرب المشروبات الغازية، أو يتناولون كميات سكر بكميات كبيرة يوميا، أو يتناول الخبز ما لا يقل عن رغيفين في كل وجبة، ويأكلون مع البيض اللحوم المصنعة مثلا اللانشون أو الأجبان المصنعة من الزيوت النباتية، أو حتى يقوم بقلي البيض في زيت ضار مثل زيت الذرة. الكوليسترول هو مادة مهمة لا يمكن الاستغناء عنها، وإن تلك الأشياء هي سبب تحول الكوليسترول في الجسم إلى الشكل الضار.